السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إذن يثمى السير ديال بحول الله تبارك وتعالى أول درس من مناسك الحج. نزرع يثمى ولا أنه بالمناسبة غادي تسدون إن شاء الله واس الحج، مناسبة الحج، وخلا ويثمثنا الحجاج إلا على أتم الاستعداد سهين ديما نسن لمناسك الحج، وخلا ويثمثنا كذلك سقسينا غد، فلما لا نرجع يثمى مسائل إلا متعلقة بالحج، وحتى نكري غيثمى لعل وعسى أنه قد يسوس ندار أخي كتب رب العالمين حجة، فأنسنفع على الأقل يثمى أن أعلم مناسك الحج. فاختار غدا يثمى متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كتاب فقه مالكي إلا متعلق كصغد كتاب الحج، يهضرد أين غيلان يعلن في الحج. فإن شاء الله تبارك وتعالى أدنى الشرح أين غيلان مسائل متعلقة بالحج من خلال رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كيفية الحج حتى المسائل المعاصرة، لأنه المسائل اللي تقديمين واحد المسائل ترى ماشي كيف أنظر حتى المسائل المعاصرة بحول الله تبارك وتعالى. فإن ابن أبي زيد القيرواني باب الحج والعمرة، فقال: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين، والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن، وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. إنسان يبدأ مباشرة يثمى حكم الحج، باغي يبين شو حكم الحج. قبل أن نبين حكم الحج يثمى إن باب الحج والعمرة. الحج يثمى بفتح الحاء أو الحج، يعني مثل لغتان مشهورتان وردتا في القرآن إن رب العالمين: ولله على الناس حج أو حج، إثنتان سواء وردت في القرآن حج أو حج. الحج لغة هو القصد، يعني تقصد. أما شرعا هو القصد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة، يعني غتروح تقصد مكان مخصوصة أتخدمت أعمال مخصوصة مقيدة، ويد الحج. العمرة لغة هي الزيارة، ما كاين يوم حاضر اعتمر غدو حاضر زوره. شرعا نفس الشيء، هو القيام بأعمال أو الزيارة إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. العمرة غيثمة هي عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وحلق، 4 أركان: الإحرام، السعي، طواف، السعي، ذي الحلق، تقربا إلى الله عز وجل. الحج هي عبادة ذات إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة إلى غير ذلك، بمعنى أن العمرة هو جزء من الحج، ولهذا قرنت العمرة الحج الأصغر. العمرة تسمينت الحج الأصغر. أما الحج قرنت الحج الأكبر،
الحجة مزيان الحجة مقران. الحجة مزيان ذو العمرة، الحجة مقران هو الحج يقضي فرض رب العالمين. العمرة وحيد الحج يتم سعان ارتباط فيما بينهما. إيواشو؟ لأنه الحج يتم الحج 3 نسك: القران، التمتع، والإفراد. عند الإحرام يتم بالنسبة للحج، عند الإحرام هو النية، نية الدخول بالنسك، ذي النية اللي غير ذي خدم. عند الإحرام يتم إلى الحج يتم أذير الباليس مليح ذا شو غير النية، شو شرا ذيك شم الحج ينس ذا النية غير الصح. والإحرام يتم نغد ويضر ركن من أركان الحج، بمعنى أنه شو بغيت تكشمت الحجيني، بغيت تكشمت القران لا تفهم هذا شو، ناقص التمتع، ناقص الإفراد. الإفراد يعني غادي تكشم سنيا الحج، يعني الله لبيك اللهم حجا، ذيك شمس نيا الحج. ما الذي فك الحجيني سيزمر راضي يعتمر بعد ذلك. أما القران وحيد التمتع إلا زيس العمرة. القران يعني غادي يكشم بنية العمرة ولكن لا يتحلل، هذه قيمة كنس لباس ينس الإحرام وذي حذر محظورات الإحرام حاشا ما يكشم موسم الحج. فغادي يكشم بنية العمرة لبيك اللهم عمرة وحجة، ولا شيء راضي السيبارين ويرسل، يعني لا يتحلل ويسقام القران. العمرة واحد الحج مقترنان. التمتع هذيك شم بنية العمرة لبيك اللهم عمرة، ذيك شمس العمرة وذي يخدم العمرة ينس عادي جدا، إحرام، طواف، سعي، ما راضي فك أضح هذه السطول، هذه دواش، هذه اللي سايلس، هذه يخدميني يخدم العبد عادي جدا. ما راضي يقرب، ما راضي يلحق موسم الحج، هذه يعاود النية وذيك شم بنية الحج. ولهذا غيثما النية شو راضي يكشم الحج قبل ذا مزوال مهمة جدا. أمشى راضي يكشم وذي الدنيا غير العلاقة بين الحج والعمرة، القران والتمتع، وغالب الناس يعني يدخلون بالتمتع. هذا الخدم كان يثمى بالمختصر المفيد، وقبل نكشم حكم الحجية ثم بعد ذلك المواقيت سلسلة ديكشميون، أي لكل بلد يسعى الميقات ثم الإحرام ما يليك في هذا الوقت إن شاء الله. ثم بعد ذلك نتكشم أزوح مناسك الحج. الحج يثمى يسعى الفضل ذا نقرأ، يسعى يثمى يذ الفضل العظيم. ولهذا نترغب في الاسم مليح النبي عليه الصلاة والسلام، والكثران الأحاديث ديوسانية يثمى فضل الحج. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، تروح الحج تستبعز العمرة، تروح العمرة تستبعز الحج. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، سبيع إذن ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أدق لما نسأل سنين تتفرو ديماس صفحة بيضاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحج إلى يوم القيامة. وإن راضي في غمد الحج وسيقدر رب العالمين يموت الحج ينس الأجر نغ الحج مازال يتسوى كتبس إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يطن أنه وين راذي مثل وهو محرم سواء الحج أو العمرة، وين راذي مثل وهو محرم الذكر يوم القيامة كل يوم مشي ذكر، ولكن ينسى الذكر لبيك اللهم لبيك.
كما في حديث ذاك الرجل يونس حبيب ربي في الناس في موسم الحج يغلي شوف الدابين شوف لهم مركوبينس يغلي الطرزرق بينس يموت. فقال صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر ومن بعد الناس وكفنوه ولا تحنطوه ولا تخمر وجهه ولا وتفرث ودميس وتفرث قرويس مثل ما يثم في بعض الجنائز كاك الحرم كرا الجنائز وتفرنا راه قرويس ايوا شو يموت وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أذكر يوم القيامة لبيك اللهم لبيك سبحان الله يا عباد كل يوم دا شو ذي الحالين كل يوم في ذكر أنت تذكر لبيك اللهم لبيك. فوين ما يكفي أنه فضل الحج كيشتا إلى يترغب العبد يوكن ذي زورة خمر بيع للحج. ثم يثمر إن وحج بيت الله الحرام الذي ببكة ما ذي بيناد حكم الحج إيش هو الحكم ينس. فقال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. حج بيت الله الحرام نند الحج بفتح الحاء حج أو بكسر الحاء حج اثنتان لغتان مشهورتان سواء في القرآن الكريم. بيت الله لا خمر بيض مكة المكرمة ويمد ابناء إبراهيم عليه السلام وحد إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وكان وإذا خمر به إلى يوم القيامة. الحرام وش اسمه رب العالمين الحرام لأنه إسعام الحرمة إسعام الحرمة بلد آمن البلد الذي حرم الله فيه عز وجل عدة أمور فيه محرمات لا يعضد شجره الديوارة تقطع تكوبي تكام الشجرينس ولا ينفر صيده ولا يصطاد صيده الديوارة تصيدت أين لانق الحرام الديوارة تصروعت تسخوفت أين لانق الحرام ولا يجوز فيه قتال ولا سفك لدماء حتى الكفار المشركين ظل الحرام فلاس ندكش من الحرام مرض يروحيون يثمع الحرام يثمع تفهم تبلاكين حدود الحرم والحرم يثمن يسعى الحدود من كل الجهات للشرق الغرب الشمال الجنوب كل ما يحيط به 4 جهات يسعى الحدود جوز تصلح تاعنا كان يدخل من تبلاكين حدود الحرم لا يجوز دخول الكفار بالحدود اللي والجزيره ما داكشي من الكفار نروح لها السعوديه ناخذ من اي بغينا نروح الرياض نروح لمكانيته ولكن الحرم متكشمنا فغنى رب العالمين يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يعني بعد عام الفتح ينزل الحرم فلسنا نكشم الحرم. ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال يثما ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس ضربين تحرمها ماشي ذي العباد ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نسمى دي وين إشكال لكن وشو نبي نسميكش عام فتحة النوع وحيد المشركين دينا مع أنه القتال دينا ظل حرام ودي ورا إيوا شو نبي النوع إن ما إلا من يدي والنبي إيوا شو نبي النوع دينا إن في ناس فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك ربي مفكيس رخصة الوقتين اللي بكان. فقال صلى الله عليه وسلم أذن الله فيه ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إحل الصدر بالعالمين ساعة يكشم فتح مكة يفك القتال ثقل الحرمة ينس أكنت الله بيت الله الحرام الذي ببكة الذي ببكة بكة ما يسمى هو اسم من أسماء مكة بكة أو مكة هي لغتان معروفتان بمكة قيل لقرب مخرجهما الباء ذا الميم مقربا
وهو من الأحرف الشفوية. ب ذي الميم، بكة مكة، غرنس بكة ويقال له مكة. وبكة مكة غيثما سعى خلا يسمو، يقال لها بكة ويقال لها مكة ويقال لها أم القرى ويقال لها معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ويقال له البلد ويقال لها البلدة الآمنة ويقال لها القرية ويقال لها المسجد الآمن، البلد الأمين، المسجد الحرام. القاعدة شو قضيتنا؟ الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه. إنك الحاجة ميلا تسعى الشان تسعى خلا اسمه. ولهذا غيثما مكة هي مكة عظمها الله عز وجل وشرفها، يعظم رب العالمين، يشرف رب العالمين. والحاجة غير لا نتوعظم، الحاجة غير لا نتوشرف غادي تصف تسعى خلا يسمو. فالذي ببكة يقصد دين رب العالمين، يعني مكة كندين رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. شو معناتها بكة؟ مخالف نزيس العلماء إلى عدة أقوال، من بينها قال لازدحام الناس فيه، سلقوان الغشين لن قوادنا قيل سميت بكة، وبكة هو من البك أي من الزحمة. وقيل أنها يقال لها بكة أي تبك أعناق الجبابرة ما استباحها أحد إلا وعذبه الله. لكن يغرس نطري أصحاب الفيل ويكن يغيدي وسند ودنا خمر بيع بغانا ذا عتادين في الحرمة نخمر بيع فغيعذبتنا رب العالمين. فقال لأنها تبك أعناق الجبابرة. شو دينا ذي ابن أبي زيد القيرواني حكم الحج هو فريضة، وهذا بإجماع علماء المسلمين أنه الحج ذو الفرض. فغنى رب العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس حجوا، يا أيها الناس حجوا إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. إكرديون ورقاز الناس يا رسول الله أكل عام شكس قاس إيش اسمنا به يعاود الست 3 بردان أكل عام؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. الناس اللي كان يغد لو كان ثقل ظل الفرض كل سقاس نرى لازم هذه حجه كل سقاس لكن بلا ما استطعت متزمر مال. ولهذا هو فرض كما قال مرة في العمر. ظل الفرض يون بريد إلى حياته إمنه لمن استطاع. ذا يختلف نيثما العلماء على وجوب الحج، هل هو للمستطيع، هل هو على الفور أو على التراخي. ونيك زمرنا ذي حج هذه مجرد يسعى نزمر هذه حج هذه حج تمتم لا يسعى الوقف قبل وايتني إلى آخر. مخالف العلماء من العلماء اللي قرروا يعني يجوز على التراخي زمرت قابل وايتني إلى آخره. ولكن أصل مذهب خاصة مذهب مالك أنه واجب على الفور. تزمرت فكر بالعالمين وفيت الشروط لنا نهضر إن شاء الله تبارك الشروط الاستطاعة توفرت في الله إلى قد صحت حج تمتم. ولهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن من أراد الحج فليتعجل ولي يبغانا ذي حج لقد استعجل. من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض من راضي ضمنني ما نس أنه نسحن نسكن هذا قيمة كان صحيح. وتضل الضالة وتعرض الحاجة. الصف سعيد يسفكر بالعالمين أسكن بالكم تسعوطرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فليستعجل فقال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إنك عجلت يسفكر بالعالمين كانت زمرت كان تسكر رب العالمين.
ورث دا شو راه دي طرون من بعد دا شو راه ديالين زدفير. ولهذا قال العلماء أنه واجب للمستطيع على الفور. قال ابن أبي زيد القيرواني: على من يجب؟ من هو يدي وجب ربي ولا حج؟ الأذان. نعم، بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إذا فنو يوجب يثمر الحج؟ قال: يجب من المسلمين الأحرار البالغين، ودي ذكر الله العاقل. من شروط وجوب الحج يثمر الحج ثمسوال الإسلام، إلا قد يدي مسلم وإن غير لنا راه ماشي دي مسلمة كن يغيب ويخدم الحاجة وسيق الله رب العالمين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مع أنه محاسب، هذه توحاسب. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والسن البلوغ، إلا قد يبلغ الصبي ما إلا وري بلي غرام، ما إلا حيحوج يخدم العمرة. الحج هو صحيح، العمرة الصحة، هذا هو أجر الحج، هذا هو أجر العمرة، ولكن ما زلت قيم الذمة ينس ما راذي بلغ ما إلا غيزمر ذا الواجب فلاس هذا عاود هذا يحوج. كذلك العاقل من شروط الحج إلا قد لك العقليس، وين غير لنا راك العقليس وين رفع عنه القلم. وكذلك الحر، العبدي لان ذا حري ماشي ذا العبيد، ماشي ذا الاسكلاف. ايوا ما الا ذا الاسكلاف ذا العبيد والجزاله ماشي ذا الواجب فلاس هذا يحوج الا باذن وليه. نقر ما يفكيز ذا الاذن هذا يروح هذا يحوج. هنا يكون تقريبا نسعى العبيد. ثم قال: على المستطيع. من هو ذا المستطيع؟ كيف تتحقق الاستطاعة؟ أمشرنا علمي ونزمر. قال: والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة، إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. باش كان على مثال ما أن السبل تختلف باختلاف الزمان والمكان والقرب والبعد واختلاف الأشخاص. الوقت ني نزيك ذا الوقت نثورة ماشي كيف الاستطاعة ذا القوة نزيك ذا الوقت نثورة ماشي كيف قل وقت ني تثورة نهضر قل وقت ني نزيك ماطيا السبيل الاستطاعة نكتشوت إنك الحاجة ثم زورت إلا قذيلي غابريد آمين. السبيل الطريق السابلة زي كيثنا مرض رحنا الحجنت ديك المغرب العربي دا سينق المروك لا موريتانيا غادك شمنا الجزائر ولاش الحدود ديك شمال الجزائر رحنا على ليبيا غادك شمنا مصر رحنا الأردن باش كادك شمنا إلى بلاد الحرم تروح لك نديوث القافلة ثيا تتعاسد ثيا داك الجزائر العاسل القافلة اللي غادي يسنق المروك مع ذاك شمن إلى ليبيا تروح القافلة بمعنى أنه إلى قديلي أبريد إنك لقد ذي أبريد آمين وريت قدر في العمريس، بمعنى أنه زيه قوان قطاع الطرق لأنه يكون ميكس قطاع من بريدنا كتشهرن فيكون آمنا على نفسه وعلى ماله. ترى الوقتنا الحمد لله طفلا فيوسي لا يروبور شاقلي جيمك ولا شي شرا ذاك الحمد لله. ثانيا النقطة هي رأة أكنس قارن ميسرة. ثانيا قال: والزاد المبلغ إلى مكة، يعني غزيك مرض روحنا يثمى غادي روح هذه حوج شمل الوقت لنا إلى قضية وين غزاد ذي ذس إلى قضية وين شو راضي قوث شو راضي تفق بريد شو راضي قوث يما نسقي بريد المكلة ذمان ذا شو راضي الحقار دينا ذا شو راضي السوا ذا شو راضي الصرف وين ذا الواجب أين راك يصوت كان ماشي ذا شو داين راك دير رد زي كيف ما خدم من الحسابات انسان امشي راضي يوط ماشي مشي راضي يقل قرنا كذا الواجب امشي راضي يوط امشي راضي يقل ديال الناس ما راضي فاك الحج وواش يثما زي كيثما مرض روح اعراضا قال وقت ما درني زي شكايا يمسلم عموما مرض يروح هذيك كريون هذه حوج تشارون في اللاسيمه ولا نيس تودي عنث واش وري علمنا راه ما راضي يقلنا خطير بعد الحج غادي يرنو شهرين 3 شهور باش كادي قلنا غادي يتقال راه ثم الحمد لله يفك الحجيني كيقل دا لايروبورت في لافيون 4 سوايع دوزكن 5 سوايع قليك ثمورتي الحمد لله اموري الا يسريت من رب العالمين. فغنيك ما الا الزاد والزاد يثورا زمردني هو ثمن التكلفه بمعنى ثورا اكنيس قارن اين راه خلصت الى الحج اليوم
80 مليون لا 83 مليون غا شحال اللي خطرها الوقت الحج يعني ضينا راه الصرف تيكل ظلالي ليك الروتورينيك وتروط تساوي تقل جيبك كاش مرات تصرفت كاش مرات تغلط كاش مرات حوايج وهي بمعنى انه ثمن الزاد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه بفلاس الا اهل اليمن مرض رحنا حجنا خمر ربي وتساوينا لهم اذا جحد انسان فيقولون نحن المتوكلون قرنا ساكنين سكالا في ربي وتساوينا ماذا جحد انسان مرض لحقنا ردنا طلبا فغند النبي ان رب العالمين وتزودوا فان خير الزاد التقوى اسم ياسين قال هؤلاء ماشي المتوكلون ويكي ماشي المتوكلون وين هذا تسكن في ربي وين هذا يسبل. ولهذا نضر بالعالمين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثرق الوقت نغيث ما ذا شوية الاستطاعة وحي كذلك هناك وحي صحة البدن إلى قضية وين صحة وين إلا نضموتين ورزمير غادي يحوج وما إلا وزمير غادي يحوج يسعى يسكفى كلش يزمير غادي يوكل غيرس غادي يروح يزدي يحوج. زيادة على وكنشتي من الاستطاعة هذا شوت كذلك وهو الترخيص إلا قد سعوت الرخصة لقد سعوت رخصة للحج بمعنى ثورة نمشي لعبادة الزمرنيك لا نروح نذ حج شمزيه لتفادي الاكتظاظ والزحمة إلى آخره شك ثمور 9 أمور هذه روحنا للحج أخذ من القرعة توريزاسيون فليس لكل واحد استطاعة يسمى هذه اليوم يسعى غير ريمان يسكف رب العالمين يسعى الصحة يبغى غادي يحوج يزمر غادي يحوج ولكن يقدر رب العالمين غادي يفرق القرعة. هل سقطت عنه الاستطاعة؟ نعم سقطت عنه الاستطاعة. ما إلا وتسويطارة جواز السفر نغ الرخصة بالحج وزمترة حتى تحجر لا غالب فليش لا تؤثم فسقطت عنك الاستطاعة. كذلك من بينها كذلك الاستطاعة أنه ماشي غادي يخمم كان ماشي راضي يروح يسعى باش راضي يصرف كان ومن بعد غادي يجي الأهل ينس 15 يوم 20 يوم 25 يوم هاني يجي الشهر لا. من الاستطاعة كذلك أنه غتجي ثروك الأهل ينك ذا شو راه غادي تشن ذا شو راه غادي تصرفن في مدة غيابك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقوت. يعني العبد ما إلا يسعى شو راضي يصرف غادي يروح ولكن يسعى شو راضي يجي قوة الأهل ينس يوجد فلاس الحج قال العلماء وريجي وارو فلاس الحج حاشا ماذا يلزم شو راضي يصرف في العمريس شو راضي يجي الأهل ينس ثروينس شو راضي يصرفون في مدة غيابه. كذلك يثما أما بالنسبة للمرأة يثما بالنسبة لثمطوث زيادة على الرجل إلى قد سعون المحرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لمؤمنة ثمن صربي ثمن صلاخر تسكرت السفر إلا مع ذي محرم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة الناس تمطوتي وتفغى الحج وكنت سواك تبغ الغزوة فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك لأنه ذا الواجب تسعون المحرم. ثم قال المحرم يتم من وين المحرم؟ المحرم هو الذي يا إما النسب يا إما الصهر يا إما الرضاعة. وين غير عند الحرام في الناس تسياغ وين غير عند الحرام في الناس أتسياغ تحرم عليها حرمة مطلقة. شوف يتم قيد حرمة مؤبدة وليست حرمة مقيدة. ودشاكم دين تراكم دون غير وشو ترى تسكردي وتشيني أرجاز والتما أضروح نسني نسن العمرة نغضروح نسني نسن الحج وأرجاز والتما يعني ظل حرمية كاين غيثمان خطير ظل حرم
رب العالمين ناد حرمت عليكم أمهاتكم ونبات إلى آخره وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف. يعني يوان ميلا يوغاثا ولتماس ظل حرام في الناس، ولكن تي حرمة مؤقتة تقدرين كي غادي تدوغ واحد ورقاز ولتما وتروح غادي تنسى ظل محرمينو لأنه يحرمي ثربي غثاغو وين يحرم ثربي غثا غادي تاخذ حرمة مؤقتة. يوث لا بيريود كان دا شوت مادام انه ولد تماس اتسان واحد ورقازيس ما الا ثموت ولد تماس يجوز هذا يخطيتني خاطر يجوز هذا ما الا غير برايسي فيا يجوز هذا يخطينا خاطر يجوز هذا. اذا لا يحل لها الديوار غا تسافر من رحم راه تسافر واحد المحرم قلنا سب قذمن ذميس ان كان بالغا من شروط المحرم البلوغ والتوارى ميس 10 سنين 11 سنه وري بلغاله من شروط المحرم البلوغ. ثم ما إلى عميس ما إلى ذباباس ما ذميس ما خاليس ولكن غيلا تحرم في اللسن وكنت أو من ناحية المصاهرة تبغى تشدو واحد ذو مغاريس مغاريس تروح على الحج نسيت توفر واحد من راه تروح ليدس ذا مغاريس ذا المحرمين نغمم ثم توثيس تروح واحد ذو تقاليس تروح واحد ذو رقاس نيليس ذا المحرمينس يجوز تروح ليدس أو في الرضاع ما الذي مس كالرضاع صوت طنقي وثكنيس قارن جيوث تمطوط ذي مس كالرضاع وكين إذا المحرم يثمع. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. كذلك يثمع يون ميلا ورزمير غادي يحوج ضموطين يكلف الغيريس يوك الناس دي حوج. ذا شنو غير الشرط؟ ذا الشرط إلا قوينا راس دي حوجنا كان إلا قضيلين في حد ذاتها يحوج بمعنى شو زمير ترى ما تحوج ضموطين ولكن يسكفك رب العالمين تفقد تدقي الحج إلى آخره يقدر ضرب العالمين اسني ضموطين وزمر ترى يجوز تكلفت الغيري وين راه تكلفتك ني غادو حق دي حوج الا قليلي غنسى في حد ذاته يحوج ما إلا موري حجارا موري تروحها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك شبرما لم دكليس نغذي ماس أو قريب. قال صلى الله عليه وسلم الناس من منوذ الشبرمية قال هو أخلي ذي مغ أو قريب. فقال له صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك الشيء حجت؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة حج قبل دم زواء ومن بعد حج تصل الشبرمة. ثم كذلك مسألة من كان عليه دين ونكس عن كريديا هل ذي روح هذه حج نغورج حجارا داير فيه تفصيل خلا ويثمثنا تساوي سقورو مادام يسعى كريديا وريد حجارا يدي ورا في الناس هذه حج الا التفصيل يثمى. شوف التفصيليه ما الا يسعى كريديا وريزميرا غادي يرى كريديني اولا ثانيا لعباد الطلب نيثيد وين العقل كان بلا ما نهضر الشرع وين العبد الا عند العقل كان يبغى غادي يروح خمر به غادي يحوج يسعى كريديا العباد تسيل الناس اكريدي اني غيسعى كنفرق باش وريزميرا لا غثير يكرا يروح هذه حوج والعباد استخدمنا راه ميم با الوقت طلب نيثيد. هذا الواجب في الناس الحج ماشي هذا الواجب في الناس الحج هذا الواجب في الناس دا شو هذه الدين ينس وين الاولى. ولكن ما الا غيسعى كريدي ولكن يزمر هذه كريدي يو غاد الحاجه فاسيليتي غيتسرى زحزوع وين يسيخ ملاك فاسيليتي يعني وثي زياره على ساك نسقان الوقت ويعلم يزمر دير وما عليش ما يلا يروح يحوج. مسألة غيطن كذلك من أراد الزواج وين يبغى الذي زوجه خاصة الشباب النار قبل وقت النار العبدي لن يبغى يزوج يجمع الله يبارك واسدي الحق كما تخمم قرويس هذا الزوج غنا غادي حجه يبغى غادي يحوج نا غادي يزوج اش غادي يخدم هذا زوجنا غادي يحوج نبغى الشباب نبغى راني مقارننا كي واذا نتزوج مداين الشباب يبغى لنا الدين تقارن نسعنا خطير
لذا شو قال العلماء الذي تتوق نفسه إلى الزواج وين غيلا يسعى الرغبة من الزواج يوقظ في العمريس ذي الواجب لا سادي يزوج قبل الحج. إيواشو قال العلماء درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. هي القاعدة. القاعدة حفظتمس الدمزيس عندما تروحوا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. العبدي إذا نوري الزويج يوقظ في العمريس في المفسدة ما خطير. المفسدة الحج العالية المصلحة ما راه انتظمت كميزان الشرع يتسدوياك ضد الضيق يتسدوياك ضد المضرة يتسدوياك ضد الخير يتسدوياك ضد الصلاح. ذا شو ذا مزوار راه ثرد ذا شو ذا مزوار راه تجبد واش تخدمت الحاجة ثم مزوار تدير المضرة في العمري ومع المصلحة ني نقراص أترحم ربي. أما العبدي لا يخشى على نفسه مازالوا رزويجاره ولكن كاين متقاد غير في العمري والحمد لله يعني ولا شي راه يقاد في العمريس يبغى غادي يحوج. قال العلماء لا بأس به يبغى غادي يحوج غادي يحوج في مانيس مادام وريت تقاد في العمريس ما إلا يبغى غادي يحوج غادي يحوج في مانيس. كذلك ثم بعد ذلك أول شيء ما يتعلق بالحج المواقيت. هي كمقدمة ثم نكشف المواقيت. أول النسك إلا ما يتعلق بنسك الحج المواقيت يثمى له قسمان. ميقات الفرد ينس وميقات جمعه مواقيت. ميقات قسمان ميقات زمني وميقات مكاني. الميقات إلى يسعى العلاقة ذا الوقف الميقات يسعى العلاقة وحيد مكان. ميقات زمني أم الحج يسعى ميقات زمني وميقات مكاني. ميقات زمني بمعنى أنه ميقات الحج لو كان لكم تسقسي غيثما الحج الوقت ينس أي وقت على المخ إلا ما رايدي جوابا فو أو قيد الحج ينس من راه تنتقل هذا الحجة عالم غير كلا كي تريبوندي نعلمك ذو الحجة إلا الحج سبحان خاطئ ولكن ماشي ذو الحجة كان ذا الوقت ينس رب العالمين شي دقة الحج أشهر معلومات أو قيد الوقت ينس شوال ذو القعدة ذو الحجة وين ذا الوقت ينس بمعنى كثورة كي زمر غاد روح غوخا مربي أذبذوغ الإحرام أنوي حج وذقيم غاك يسلي باسني الإحرام ميذ الحج فما يثمع كثورة زمر غاد نوع سعد شوال ذو القعدة وذو الحجة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخره. ويد الوقت ينس غالبا العباد أكن يدني النسك ثلاثة القران التمتع وحيد الإفراد غالبا العباد صروحون يعني في الأخر وهي الدفعات. هذا الحق غرس إن شاء الله خاصة في المواقيت مهمة جدا. الدفعة غادي يروح نتا مزوارث الدفعة غادي يروح نتا نقارث ماشي كيف قد نية لأنه ثم زوارتني بركة تروح على المدينة تسعى الوقت تروح مسجد النبوي تروح الروضة تزور المسجد النبوي ما ردي لحق موسم الحج تروح نعم ميقات إن قورا اللي غادي يروح يوم السابع يوم الثامن تروح نرى المدينة ديرك عند تروح ديريكت مكة وياكني ماشي كيف من ناحية النية الميقات. على كل حال الوقت يلحق غد قدر سيدي سدون إن شاء الله تبارك وتعالى نهضر في المواقيت. والمواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام 5 كل ثمورث سنسر غادي تبدو النيانس ويكني غادي يسنق الشرق ماشي كيف ويكني غادي يسنق الغرب ماشي كيف ويكني غادي يسنق الجنوب ماشي كيف ويكني غادي يسنق الشمال ماشي كل يوم ذات الميقاتينس وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن نكشم إلى الإحرام نسك الحج أزوح إن شاء الله تبارك وتعالى بعض المسائل المعاصرة في قديم تورا مش كيف إلا غيني مخالفا ولكل زمان مقال على كل
نطول في الاول ديجا باغيكم دينو طويله راه في الاول مثلا نطول في الاول اسمح الله كان على كل قدر سيدي إديستون ان شاء الله تبارك وتعالى اصل 4 تسمى فيا على الموضوع لا بيريود الى نضيق يتسمى موسم الحج خص غض الحدود الأربعة باش قدر المستطاع وين يبغى الذي يستفايد يا اما وين راضي يروح نخم ربيع حتى وين يبغى يعني وين لا وسي قدر رب العالمين الحج اسكا سلدسكا تروح تاع الحج تعرف تمشي تحج تحط على العمره تعرف تمشي تعتمرض ومناسك الحج هي من المناسك الدقيقه ولكن سهل تماطي والله غيث ما سهل طماطي تحوجد كان نوع من التركيز لين سهلا اخي وفق رب العالمين ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك الله فيكم.